عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. النهارده هنتكلم عن فيلم انت اكيد شفته قبل كده، ولما بيشتغل في التلفزيون ما بيكونش عندك مانع ان انت تتفرج عليه مره واثنين وثلاثه وما تزهقش منه. فيلم كوميديا سودا من الافلام اللي احنا بنحب نتفرج عليها. النهارده هنتكلم عن فيلم عسل اسود. ابطال الفيلم ده هو احمد حلمي ولطفي لبيب وادوارد ونعام سالوسة اللي هي دي اسمع يا ابن المتنان. وباقي الممثلين اللي بعد الفيلم ده للاسف ما جالهمش ادوار كتير الا دينا طبعا. تعالي انت. بقول لك تعالى خد. اوكي. كل الافلام اللي احنا بنحطها في القناه دي نقاط سلبيه ونقاط ايجابيه، تمام، ولكن للاسف فيلم عسل اسود فيه نقاط سلبيه كتير. بس قبل ما نتكلم فيهم تشتم لايك، سبسكرايب للقناه، فعايز الجرس كل جديد من احنا بنعمله، واعمل شيرك بيجيب غيرك. وفي نفس الوقت الفيديو اللي فات يعني الله يرحمه، انا مش عارف هو في ايه الدنيا معاه. وما تنساش تكتب لنا رايك في الفيلم قبل ما نبدا عشان رايك يهمنا جدا جدا جدا. ويلا بينا نبدا مع اول سلبيه. المؤلف. بصوا يا جماعه، للاسف المؤلف هو دي نقطه سلبيه. تخيلوا معايا، يعني انت المؤلف كان تمام لحد نص الفيلم، بعد نص الفيلم تحس ان هم شالوا المؤلف وحطوا بداله مثلا احمد موسى مثلا. كميه تناقض موجود في الفيلم غير طبيعيه، فعلا غير طبيعيه. وهو شاف ضابط المطار عمل ايه معاه لما شاف ان هو معاه باسبور مصري. كان ده قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ اتفضلي شوفي لي على الباسبور ده. الخداديه دي انت واخدها من الطياره ولا ايه؟ نرحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. ودخل في حوارات وحاجات تانية، كل ده عشان هو كان معاه الباسبور المصري. من سرقة شيء يعني فلوس، رشوه يعني. لضرب Hey, what did I do? Oh shit, my head! Whatever happened to you right? لنصب. بس قول لي بكام الدولار؟ ب 2 جنيه. اوكي ودول. ولكن وحط تحت ولكن 100 خط. ومؤلف عشان يدافع عن مصر ويبينها ان هي الدولة الحميمة الجميلة ام الدنيا ومش عارفة ايه. مصر هي امي بلا 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 بلا. معلش، انت جايب لي فساد وجايب لي نصب، الراجل بيتنصب عليه من اول ما هو جه. انت بقى عشان تدافع بقى عن مصر قلت لي بقى ايه؟ ان مصر في عيد مصري. انبسط لما اخد العيدية وقال لك في موائد رحمن ودينا بتوزع لحمه. الاحداث ماشيه في شهر رمضان اللي هو بص يا رمضان في مصر حاجه تانية، والسر في التفاصيل الجو ده. يعني انت بتدافع عن مصر بان هي فيها رمضان وفيها العيد وفيها العيديه، زي ما في موظف الوحش في موظف الحلو. وقصه الموظف دي هنتكلم عليها قدام. وانت عايز تدافع عن مصر بالحاجات التافهه دي. حتى مصري نفسه اتضايق. وهزيت طولك ليه من الاول وجيت لحد عندنا؟ انا هعدي لك اللي فات، اتفقنا يا حاج. في اللقطه دي اتضايق جدا. عم هلال ولا عم بلال مش فاكر اسمه، قال له الجمله دي: احنا هنا عندنا الكونسبت بتاع الحمد لله. يعني انا اضرب على فاه الحمد لله. الاقي واحد قدامي او الحمد لله. جيراني مستضعفين في اليمن وسوريا ولبنان ودول العالم الاسلامي كله، وانا متكتف مش عارف اعمل حاجه واقول دايما بقول الحمد لله. برضو ربنا ما قالكش اسكت، فما تصيعش على ديك اهلي. معلش ان انا اتعصبت شويه في اللقطه دي. نيجي للنقطة التانية، الموظف الفاسد والموظف الغير فاسد. المشهد ده الغلط اللي فيه لما جاله الموظف اللي ما بياخدش رشوة اداله رشوة من غير هو نفسه ما يطلبها. تخيل معايا ان دي من ان حد يطلبها منك، يعني يطلبها منك وانت تديله ده عادي. اما انت اتعودت ان حد يسرقك في مكان واحد بيثبتك في الشارع كل يوم، تمام، فانت بتديله فلوس، بتدي للحرامي فلوس، تمام، من غير ما يطلبها كمان. هو في الاول كان بيثبتك عشان فلوس، ودلوقتي انت بتديله فلوس بمزاجك. في الاول كان حد بيسرقك، دلوقتي انت اللي بتخلي الشخص يسرقك بايدك. المشهد ده انا عارف هو محطوط ليه. زي ما في ناس وحشه في ناس طيبين اهو. يا عم اقعد في مصر، اقعد يا عم اقعد. المهم تعالوا ندخل النقطه الثالثه. النقطة الثالثة، المشهد الأخير. يعني حب مصر جدا لدرجة إن هو بيسيبها متضايق.
والناس اللي كانوا بيسرقوه بقوا بيحبوه بقى وبقوا مش عارفه ايه وبتاع. يا سلام يا اخي، والله العظيم اخلاقك العاليه دي احرجت ميتين اهلي وخلتني هعيط. المهم في تهاجيس غريبه في الفيلم ده. ادوارد قال له فكره قبل كده، مع اني ركبت الطياره مره واحده في حياتي وكنت مرعوب. رحت عامل فيها بتخنق وبموت كده. في تفاصيل كتير جدا محتاج اعرفها. بقى ادوارد بقى صاحب الافكار الجهنميه، فهو قال لي ينفذها. انا تعبان. كابتن، في واحد عنده ازمه وشكله تعبان قوي. ازمه؟ هو جنسيته ايه؟ شكله مصري. مصري؟ احنا في الجو، اديله اي مسكن وخلاص. فيها حاجه حلوه. انت خدتوا بالكم هو قال ايه؟ بمعنى صح كان سيبوه يموت، ده مصري ملوش لازمه. وبعد كده لما مسك الباسبور الامريكي وقعد يهوي هاوي بالباسبور الامريكي بتاعي، بيجيب هوا حلو قوي. كده ده طلع امريكاني، اوعى مش عارفه ايه، وانزل على طول. انت لو بتخليني اكره مصر زياده مش هتعمل اللقطات دي، والفكره بتاعتك دي سلاح ذو حدين. المهم تعال نروح للنقطه الرابعه. فيلم ملوش هدف او رساله واضحه، هو بيبينك ان في رساله، ان مصر جميله، مصر جميله، خليك فاكر مصر جميله. مصر جميله، مصر جميله، خليك فاكر مصر جميله. هو بيقولك المعلومه دي في وشك، الرساله غير واضحه. الرساله انت عايز توصل ايه؟ عايز توصل ان مصر جميله؟ لا، طب ما انت بتحط مشاهد نصب ومصري اتضرب في الاسم بدون اي وجه حق. دلوقتي انا المفروض احب مصر ولا اكره مصر؟ وخلي بالك انا مش بقول اي حاجه ليها علاقه بالواقع اللي انا عايش فيه دلوقتي، ولكن انا بقول لك دلوقتي على النقط اللي هو بنفسه المؤلف قالها. هو المؤلف قال الجمل دي، انا مش جايب حاجه من عندي. فالرساله مش موجوده. طب انت حاولت توصل رساله بس ضعت في وسط مشاهد اللي انت نفسك حطيتها، مش انا اللي حطيتها. خلي بالك. خلونا نبدا في الايجابيات. اخيرا هندخل في الايجابيات. تعالوا ندخل في الايجابيه الاولى. يعني بمعنى صح ان احمد حلمي مع الفيلم ده وباقي الافلام اللي هو كان بيعملها في الفتره دي بقى ممثل اسطوره يعتبر. عشان برضو ما تنسوش ان فيلم عسل اسود هو فيلم جامد بالنسبه لافلام كتير في الفتره دي على الاقل، او الفتره اللي قبلها او اللي بعدها. هو فيلم كان بيتكلم عن نقطه ما حدش بيتكلم فيها كتير. المهم تعال ندخل في الايجابيه الثانيه. الفيلم عسل اسود بقى ايقونه في السينما العربيه. زي ما قلت لك في اول الفيديو، ما بيكونش عندك مانع ان انت تتفرج عليه مره واثنين وثلاثه، عشان هو ما قلت لك بيدوس عليك من ناحيه الصعبانيات والاحساس وبتاع. ولا اقول لك امشي انا. السلام عليكم. لا هتغلط هنغلط يابا، مش عايز غلط بالصلاة على النبي. يا عمنا ما غلطش، ده بيقولك سلام عليكم. صوته كأنه بيغلط كده. فبس دي النقط الايجابيه ودي النقط السلبيه. والفيديو ده لو وصل عدد مشاهدات ولايكات كتير هنعمل الجزء الثاني من الفيديو ده، ولكن هنتكلم عن الاغاني فيلم عسل اسود بالتفصيل عشان فيه هبل. المهم بس كده خلص الفيديو. ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وعلى زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من اللي احنا بنعمله، واعمل شيرك بيجيب غيرك. وعايزين نوصل ل1000 قبل السنه ما تخلص. لو انت عندك راي اكتب لنا في التعليقات. شكرا على مشاهده الفيديو واشوفكم في الفيديو الجاي. ما تنساش الشير يا ابني، القناه محتاجه لك يا ابني.